معاكم في كلام إلهام. في أسطورة يونانية قديمة كانت بتتكلم عن شخص اسمه بروكريست. بروكريست ده كان بيشتغل حداد، وفي بعض الأحوال كده بيساعد نفسه إن هو قطاع طرق، يعني بيهجم على الناس ويسرق فلوسهم. لكن كان معروف عنه إن هو طيب القلب جدا، يعني قلبه قلب أخصائي الحقيقة. كان دايما بيساعد كل الناس، دايما يقدم ايد المساعدة لأي حد غريب بيعدي من المكان اللي هو ساكن فيه، ومعروف كده في وسط الناس. لو حد عدى من على بيته لازم يعزم عليه ان هو يدخل البيت ويقضي الليلة عنده، وكمان يقدم له وجبة. في اطيب من كده؟ كل الناس كانت عارفة عنه كده، لكن حكاية قطاع طرق دي كانت مستخبية شوية. والحكمة من اللي انا بحكيه دلوقتي هتبان دلوقتي، بس اصبروا واسمعوا لحد الاخر. بروكريست فضل على الطيبة بتاعته دي وقت كتير جدا. اي حد يعدي من المكان اللي هو ساكن فيه يعزم عليه ان هو يدخل ويبات عنده ويقدم له وجبة سخنة، وانتهى الكرم. وطبعا ما كانش حد بياخد باله بقى الشخص اللي داخل ده بيخرج تاني ولا ما بيخرجش، والحقيقة هو ما كانش بيخرج. في الواجهة كده هو انسان طيب، لكن جوه البيت المقفول كان بيحصل حاجات تانية خالص. يا ترى ايه اللي كان بيحصل؟ بروكريست زي ما انا قلت كان بيشتغل حداد، وبيقدم لاي حد يدخل عنده وجبة وسرير. السرير ده كان مصنوع من الحديد، هو اللي كان عامله بنفسه. لكن المفاجأة انه كان لازم الشخص اللي يدخل عنده ده يبقى على مقاس السرير بالظبط، يمين شمال، لازم حضرتك بقى تكون على مقاس السرير. طيب انا اطول، مفيش مشكلة خالص، متقلقش نفسك، انا هتصرف. ويبتدي يجيب الادوات الجميلة بتاعته ويقطع في الشخص اللي دخل عنده. والله يقطع ايد، يقطع رجل، اي حاجة بقى، المهم ان هو في الاخر يبقى على مقاس السرير بتاعه. طيب فضل على كده كتير، وكل يوم يعدي شخص غريب ويدخله عنده ويحاول يقطع فيه عشان يبقى على مقاس السرير بتاعه. وطبعا في الاخر الشخص ده بيفيص منه، بيموت اكيد، يعني هو عمال يقطع من جسمه. ومهما الشخص ده حاول ان هو يتوسل اليه مفيش فايدة، بيقول له انت اللي غلطان، السرير مش على مقاسك، لازم اخلي السرير على مقاسك. وفي الوقت اللي يجي ان السرير يبقى على مقاس الشخص ده يكون خلاص فرقت الحياة. طب ولنفترض ان الشخص ده ما كانش كبير على السرير، كان اصغر منه، كان بيعمل ايه؟ يفضل بادوات خاصة هو برضو اللي عاملها يشد في الشخص ده قوي عشان يخليه ستريتش كده ويبقى على قد السرير بتاعه. منتهى العته والجنون. طيب هل يا ترى حد كان بينجو منه؟ اطلاقا. ليه بقى؟ لانهم اكتشفوا بعد كده ان بروكريست كان عنده سريرين مش سرير واحد. يعني بأي حال من الأحوال الزبون اللي داخله ده لازم هيتقطع، ولازم يخليه على مقاس السرير أيا كان بقى، ما هو عنده اتنين، طويل هنقصرك، قصير هنطولك، ما عندوش حل تاني. اهو بروكريست ده زي ناس كتير جدا بيدخلوا على حياتنا وعايشين حوالينا. الناس دي عايزة تحطنا في قالب خاص بيهم هم، وتخلينا على مقاسهم هم، على مقاس تفكيرهم، تصرفاتنا زي تصرفاتهم، عقلنا زي عقلهم. ما ينفعش اطلاقا ان انت تبقى عندك اي حاجة بتخالف القالب اللي هم راسمينه ده، والا تبقى انت اللي وحش، وانت اللي بتضطرهم يتصرفوا معاك تصرفات بايخة زي بروكريست بالظبط لما كان بيقطعهم. الاشخاص دي بيفضلوا يقطعوا فيك حتة، وطول الوقت انت بتحاول تتنازل وتديلهم حتة من نفسك عشان بس تبقى قد توقعاتهم ويرضوا عنك. وانت يا مسكين مش فاهم انهم مهما عملت مش هيرضوا عنك، لانهم عندهم قوالب كتير مش قالب واحد بس، زي السراير بتاعت بروكريست كده بالظبط. وكل ما انت تحاول ترتقي وتوصل لعقلهم يحطوك في قالب تاني مش ممكن يكون على مقاسك ابدا، ويفضلوا من اول وجديد يقطعوا فيك تاني. الاشخاص دي مرهقين جدا وكمان مدمرين نفسيا ليك جدا، وطول رحلتك معاهم عمال تقطع حتة من نفسك وترميها وراك عشان بس يرضوا عنك، وفي النهاية تلاقي نفسك فقدت كل هويتك، بقيت واحد تاني مش انت. وتبص لنفسك في المراية، معقولة انا الشخص ده؟ فين الشخص الفرفوش اللي كان بيحب الدنيا، اللي كان بيفكر باسلوب معين؟ اختفى تماما، ما بقاش موجود. بقى موجود الصورة طبق الاصل من الاشخاص الكئيبين اللي سيطروا على حياتنا، واللي احنا ادينا لهم فرصة بنفسنا انهم يسيطروا على حياتنا ويغيروا كل الجوانب اللي فيها ويخلونا على مقاسهم بالظبط. طيب والله في حالة بروكريست ما كانش الضحية ليه ايد، ما كانش يقدر يغير حاجة، قدروا هيقابله، مش بإيده ان هو يفك منه. لكن في حالتنا دلوقتي النفسية اللي احنا بنتكلم عنها، كل واحد بيبقى قادر انه يخرج من سيطرة الشخص ده ويبعد عنه تماما. لكن في بعض الاشخاص خلاص تستسلم تماما للامر الواقع ده وبسيطرة شخص تاني عليه، ايا كان مسمى العلاقة اللي بينهم، جواز، خطوبة، صداقة حتى، بتلاقي ان شخص دايما يسيطر وشخص تاني منقاد
كده ليه، ما بيحاولش تماما ان هو يغير اي حاجة من العلاقة السامة دي. وهنا العيب بيقع على الاشخاص دي، مش على الشخص المسيطر اطلاقا، هو بيقع على الشخص اللي بيستسلم له تماما بالشكل ده وسايبه يقطع فيه ويقطع في شخصيته علشان يناسبه بالمنظر ده. ودايما اللوم واقع على الضحية، انت السبب، انت اللي خليتني اتعامل معاك بالاسلوب الوحش ده، لان انت رافض تتغير، وانا يا حرام طيب وجميل خالص وعاوزك تبقى ارقى، نسخة ارقى منك، لكن انت بتعافر ودايما بتصدني ودايما بتعاندني، يبقى تستاهل المعاملة الوحشة اللي انا بعملها لك. ويبتدي يقنع ضحيته ان العيب في الضحية مش فيه هو كشخص عنده امراض نفسيه وبيحاول يخرجها في الناس اللي حواليه. زي بالظبط بروكريست لما كان بيقنع كل الضحايا ان هم المشكله عندهم، هم اللي مش قد السرير، فبالتالي عقابهم الوحيد ان هم يتقطعوا بالشكل ده عشان يبقوا قد السرير اللي هو عاوز يستضيفهم فيه. ناس مدمره جدا، والحل الوحيد ان احنا نبعد عنهم بالمشوار. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي فاتت اي حد فيكم وساعدته شويه انه يفهم طبيعه البشر اللي حواليه. واستناكم في الحلقه الجايه من كلام الهام.